الاخوان السلام عليكم. هاد الصيف كنت حطيت واحد الفيديو على واحد من اخطر المجرمين اللي دازوا في المغرب سميتو عباس الملقب بالزرزور. مؤخرا غادي ينتشر واحد الفيديو في السوشيال ميديا ديال واحد الراجل وكل شي بقى كيدوي عليه. بزاف ديال الناس قالوا بلي هاد الراجل اللي في الفيديو هو الزرزور شخصيا. مؤخرا لقيت بزاف ديال التعليقات على داك الفيديو اللي حطيت في الصيف. كاين اللي كيقول بلي الزرزور خرج من الحبس هو نفس داك السيد اللي بان في الفيديو، وكاين ناس اخرين قالوا بلي ماشي هو وغير كيشبه ليه وصافي. وغالبا عزيزي المشاهد الا شفتي التصويره ديال الزرزور غادي تقول هو نفس داك الراجل اللي بان في الفيديو، حيت كميه الشبه اللي كاينه بيناتهم راه ما يمكنش. الناس اللي بغاو يعرفوا شنو كاين، واش فعلا الزرزور خرج من الحبس هو نفسه اللي كاين في داك الفيديو، ولا هذا الراجل ماشي هو الزرزور وغير كيشبه ليه. المهم اصدقائي بغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش كل شيء يعرف شنو كاين. ما كرهتكمش تدعموني بواحد اللايك واشتراك الا كنتي اول مره كتشوف القناه. وبلا ما نطول عليكم يلا نبداو الفيديو ديال اليوم. اول حاجه اصدقائي اجي بعدا نعرفوا القصه ديال الزرزور اللي كيتعتبر واحد من اخطر المجرمين اللي دازوا في تاريخ المغرب. سنه 1983 غادي يتزاد عباس الملقب بالزرزور. الناس فاش كيبداو يكبروا شويه كيمشيو للمدرسه باش يتعلموا، ولكن عباس ما كانش كيهتم بشي حاجه سميتها الدراسه، حيت غادي يمتهن الشفاره. في البدايه كان كيضرب بريكولات خفاف بحال بزيطمات ولا التليفونات، داكشي كان بسيط وعلى قد الحال. ولكن مع الوقت الزرزور بدا كيتطور في هذا المجال، كان كيبيع الممنوعات بحال المخدرات والشراب. يعني عباس كان راسم مستقبله من صغره. عباس كل مره كان كيدخل الحبس وكيعاود يخرج منه، حيت بكل بساطه ما كانش كيدوز فيه بزاف ديال الوقت. مره كيدوز شهرين ومره 6 شهور ومره عام، المهم مده قصيره وكيعاود يخرج في حاله. ولكن واخا هكاك خونا ما كانش كيتوب وكيبقى غير زايد فيه. التهم اللي كان كيدخل على قبلها للحبس كانت بالنسبه ليه شي حاجه تافهه وبليده. عباس بقوه سرواجي للحبس لقى راسو ضرب 10 سنين ديال السجن. 10 سنين ضاعت ليه من حياته على الخوال الخاوي. وإلا كان كيسحاب ليك الزرزور غادي يتنادم معاه الحال ويتوب، فراك غالط صديقي، حيت هنا فين عباس غادي يطلع النيفو كتر من الاول. اول حاجه دارها هي خرج من المدينه ومشى عاش في الغابه فحال طرازان. عباس فاش مشى للغابه ما كان معاه حتى شي واحد، هو كان كيعجبو ديما يبقى غير بوحدو حيت كيلقى راحته في العزله. الزرزور ولا فاش كيطيح الظلام ويجي الليل كيخرج للشانطي الكبير باش كيضرب بريكولات مع صحاب السيارات. عباس كان كيشد واحد الحجره كبيره وكيحطها وسط الشانطي، ومورها كيمشي لشي قنت وكيبقى يتسنى شي سياره جايه بسرعه باش تضرب مع ديك الحجره اللي دار وسط الطريق. يعني خونا كيدير الفخ وكيتسنى الفريسه تطيح في المصيده، ومع كيجي شي واحد وكيضرب مع الحجره ولا كيفراني قدامها. تما فين كيخرج الزرزور من الجحر ديالو كيهجم على السياره. هو كان كياخد اي حاجه تقدر تتباع ليه، وعادي الا كان صاحب السياره مرا كيكون هذاك هو العيد عنده. الزرزور كان كيهزها فوق كتافو وكيديها للغابه، والباقي راكم عارفينه. عباس تقريبا يوميا كيدير هاد العمليه وكانت خدامه ليه 100%. وشي مرات كان كيبقى يطلع فوق واحد البلاصه عاليه وكيبقى يضرب على الشانطي بالحجر بحال الحمق، وفاش كيتقاص شي واحد وكيفراني كيهجم عليه وكيكريسيه. مور ما كيسالي العمليه كيختفي وسط الغابه بحال الزرزور. البوليس بطبيعه الحال غادي يوصلوهم بزاف ديال الشكايات. هما كانوا عارفين البلاصه فين كيكون الزرزور وعرفوا ايضا حتى الاوصاف ديالو والملابس اللي كيكون لابس. عباس كان كيضرب سوفيطمون شورت وكاسكيطه، يعني كيضرب حطه رياضيه بامتياز باش كيخدم مرتاح مع راسو. زيد على ذلك انه ما كانش عنده لا بيكالا ولا موتور. الزرزور كان كيجريسي فقط غير على رجليه، ولكن رجليه كانت فيهم واحد السرعه اللي خياليه. البوليس مع كانوا عارفينو سريع داروا بزاف ديال المجموعات وانتشروا في ديك البلاصه، ولكن واخا هكاك ما قدروش يشدوا عباس وكان دائما كيهرب ليهم وكيتخشى وسط الغابه. استمر الوضع على هذا الحال لعده ايام. عباس كيخرج للطريق وكيضرب بريكولات وكيرجع يتخبى وسط الغابه. واحد النهار ديال السبت مع ديك 12 ديال الليل، الزرزور كان كيدور قدام الطريق شويه وهو يبان ليه واحد الكاميو واقف. هو قال مع راسو هذه هي الهوته. مول الكاميو كان ضرب مسافه طويله داك النهار وحبس جنب الطريق باش يستريح شويه، وموراه يرجع يكمل طريقه. وهذا الشيء نورمال وكاع الشوافريه ديال الكاميونات كيديروه. عباس بدا كينومر في داك الكاميو باش يشوف البلان ديالو كيفاش داير. فاش بدا كيحقق فيه مزيان عرف باللي فيه غير شخص واحد اللي هو الشيفور. الزرزور زاد قرب للكاميو حتى وصل ليه هو يطل من الشرجم، ولكن هنا فين غادي يلقى باللي الشيفور كبير ومقدر، يعني فورما. وبهذا الزرزور جاه صعيب وما قدرش يزعم عليه، ولهذا رجع اللور وهز واحد الحجره وشير بها على الكاميو. الشيفور فاش سمع الضربه ما عرف شنو كاين وحل الباب وخرج يشوف شنو واقع. الزرزور هز حجره كبيره وجا كيتسلت مور الشيفور وعطاه للراس حتى صفاها ليه. من بعد ما هبط الشيفور كوما فتح الباب ديال الكاميو وطلع ليه وبدا كيقلب. ولكن الاشكال انه ما لقى والو في داك الكاميو، هو يتكره ديال بصح في هذه اللحظه. قال دابا واش انا قاتل الروح على والو؟ فاش ما لقى ما يجريسي قال ارا ناخذ هذا الكاميو كامل ونجيبها حابسه. عباس ما كان عنده لا بيرمي لا والو، دار مارش الكاميو وزاد في حاله وسمح في الشيفور منشور قدام الشانطي. دازو شي سيارات وهما يشوفوا الشيفور مليوح في ديك البلاصه وهما يتصلوا بالبوليس. الزرزور داك الساعه كان غادي بالكاميو بواحد السرعه جنونيه. البوليس فاش وصلوا لمسرح الجريمه وشافوا الضحيه حدا الشانطي عرفوا بلي عباس هو اللي صفاها ليه.
حيت بكل بساطه لازون ديالو هذيك وفين ما وقع شي مشكل كيكون هو مولاه. البوليس هنا فين غادي يضاعفوا المجهودات ديالهم وطوقوا ديك البلاصه. الدنيا ولات عامره بالمواطر والسطافيطات وحتى من الكوبتيرات حضروا حتى هما لديك البلاصه. اهم حاجه عندهم هي الزرزور، ما خاصوش يمنع عليهم هاد المره، والا غادي يدير شي كوارث كثر من السابق. كيف قلنا بلي الزرزور في هاد اللحظات راه شفر كاميو غادي بيه وسط الطريق، ولكن هو ما كانش كيعرف يسوق نهائيا. هو اصلا ما كانش عنده البيرمي، خونا كان غير حراقي، محال تكون عنده تلاكار. فاش بقى غادي مع الشانطي وشاف راسو فقد السيطره غادي يتلاح من الكاميو، خلاه غادي غير بوحدو. المهم فحال داكشي ديال الافلام تاع هوليوود. الكاميو خرج من الشانطي هو يتقلب، ولكن لحسن الحظ ما ضرب حتى شي واحد. الزرزور في اللحظه اللي نقز من الكاميو تخشى وسط الغابه وغبر ليه الاثار. الناس فاش شافوا هذا المنظر اتصلوا بالشرطه مباشره، وهنا فين غادي يحضر اكثر من 100 بوليسي، وكانوا من افضل رجال الشرطه في داكشي تاع مكافحه الاجرام، وبقاو خدامين في هذه المهمه 24 ساعه على 24. المهم ما كاينش الراحه نهائيا حتى يشدوا الزرزور. جوج من البوليس كانوا غاديين في الطريق، هما يبان لهم واحد خونا داير اوتوستوب. السيد كان مغطي وجهه داير كاسكيطه، هما فحال دخلهم فيه الشك وحبسوا السياره ديالهم وتموا قاصدينه. ولكن الزرزور كان فايق وعرفهم من البوليس، مع شافهم قاصدينه هو ينقز وسط الغابه واختفى فحال الزرزور. البوليسيين فاش تاكدوا بلي هذا هو الزرزور طلبوا المساعده، وهما يتموا جايين المئات من رجال الشرطه ورجال الدرك زائد حتى القوات المساعده، وجابوا معاهم حتى الكلاب المدربه والكوبتيرات. المهم طوقوا البلاصه مزيان وما خلاوش ليه منين يهرب. رجال الامن دخلوا الكلاب وتوغلوا مزيان وسط الغابه. شويه الكلاب وصلوا لواحد البلاصه وبداو كينبحوا. البوليس فاش مشاو يشوفوا شنو كاين لقاو بلي الزرزور ناعس فوق واحد الشجره. خونا راه كان نص طبق الاصل من طرازان. فاش عطاوه امر باش ينزل من فوق الشجره بدا كيهدد فيهم، وقال لهم سيروا في حالكم ولا غادي نتلاح من فوق هاد الشجره. البوليس بقاو كيسايسوا معاه حتى هبطوا هما يتلاحوا عليه وداروا ليه المينوط وشدوه. الزرزور فاش كان كيطلع فوق الشجره كيمشي لواحد الغصن غليظ وكينعس فوق منه، وكان كيربط راسو بقنبه باش ما يطيحش. الزرزور تورط في عمليه قتل ديال مول الكاميو، زائد عشرات تاع عمليات السرقه والاغتصاب، وفي الاخر تحكم ب 28 سنه تاع السجن. يعني تقريبا داكشي اللي بقى ليه من حياته غادي يدوزو في الحبس. كانت هذه اصدقائي هي القصه ديال عباس او الزرزور بكل اختصار. مؤخرا واحد تيك توكر سميتو اشرف صور واحد السيد خدام في واحد لوطيل وقال بلي كيتعتبر اطول شخص في المغرب، والطول ديالو كيفوت 2 متر. السلام عليكم الاخوان. اليوم شفت اطول واحد في حياتي صراحه الله. السلام عليكم. ورحمه الله عليكم. شنو سميتك؟ عبد العزيز. عبد العزيز. قرب باش تسمع الصوت. عبد العزيز صراحه ملي شفتك اول مره نشوف شي واحد طويل يعني مباشره بحال ديال المترو. مرحبا. 22. جوج 22. كاين واقيلا شي واحد طوال منه. من بعد ما تحط هذا الفيديو اشرف غادي يلقى واحد العدد هائل ديال التعليقات، وكلهم كيسولوه واش هذا السيد هو الزرزور ولا غير كيشبه ليه، بمعنى ان الزرزور اللي كان في الحبس واش هو نفسه هذا السيد. الجواب اصدقائي ان هذا السيد اللي بان في الفيديو انسان عادي فحال كاع الناس وما عنده حتى شي علاقه بالزرزور، مواطن عادي ومزوج وعنده وليداته وخدام على راسو في واحد الفندق. المجرم الحقيقي سميتو عباس وهذا سميتو عبد العزيز، يعني غير من السميه غادي يبان لك بلي راه ماشي هو. اشرف من بعد هذا العدد الهائل ديال التعليقات بخصوص الفيديو الليله تفاجأ بموضوع الزرزور، ولهذا غادي يدير فيديو اخر كيشرح فيه شنو واقع. هذا الفيديو عامل ضجه خصوصا في التيك توك، حيت انا صراحه فاش كننزل شي فيديو ما كنقراش التعاليق، غالبا ما كنقراش التعاليق، كيجيوني رسائل خاصه كيسولوني واش هذا المجرم الزرزور. في الاول ما عطيتش اهميه لهذا السؤال هذا، ولكن فاش شفتو كيتكرر اكثر من مره، اكثر من جوج، اكثر من ثلاثه، عاودت دخلت طلت على الفيديو في التيك توك، كنلقى اغلبيه ديال التعاليق كيقولوا الزرزور مجرم، الزرزور مجرم، السفاح الزرزور خرج الحبس. انا صراحه ما كنعرفش شكون هذا الزرزور. المهم بكل اختصار اصدقائي، هذا السيد اللي بان في الفيديو ما عنده حتى شي علاقه بالزرزور، الشبه كاين ولكن راه ماشي هو. بارطاجيو هذا الفيديو باش الناس يعرفوا شنو كاين. وحتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم. السلام عليكم.